أنا في نهاية زيارة فنية كان الهدف منها الأساسي هو الاطلاع على مشاكل مطروحة هون في قضية بعض من المناطق خاصة وفاي. وهذه الإشكالية المطروحة هون هي قضية تجراد صحراوي اللي بصفة مبكرة المركز الوطني لمكافحة التجراد قام باستكشافه في هذه المنطقة تقريبا من شهر مايو اشتغل عليها في الأساس، واللي نأكد اليوم على أنها بالفعل فيه بعض من المناطق في المنطقة فيه تكاثر لهذا الجراد، إلا أن الحمد لله هذو الفرق اللي موجودة هون من شهر مايو واللي تقريبا 8 فرق، كل فرقة مسؤولة عن الاستكشاف والمكافحة إلى حد الآن الحمد لله تابعينها يوميا، والنتائج أيضا محليا وميدانيا الحمد لله مرضية. في الحمد لله هذه المناطق اللي هم كاملين نعرف بالهم ومتابعين يوميا، وما زال إلى حد الآن الحمد لله الآفة في بدايتها زالت شمل رقعة صغيرة، خاصة اللي نقولوا احنا ريحة مكافحته سهل الحمد لله، وقايلين على أن هذه الأسابيع إن شاء الله المقبلة الدور إن شاء الله المكافحة تكمل على المنطقة اللي هي، وراجين إن شاء الله على أنه ما يعود بداية الشياح لأنه قبلوا الإجراءات اللازمة. وبالمناسبة شاكر الفرق محليا لأنهم بالأمانة يشتغلوا في ظروف صعبة ومناطق وعرة، وهذا الاستكشاف القائمين به والمكافحة وقفنا عليها الحمد لله نتائجها مرضية. شاكر أيضا المنمون في المنطقة هون اللي على كل حال يعاونوا الفرق المحلية بتوجيههم للمناطق كاملة اللي فاتوا شافوا، وراجل إن شاء الله بأن الله العمل يستمروا. ولا نأكد المنمون بصفة عامة والمزارعين بصفة خاصة لأن هذا اللي فاتن يتكاثر قد يعود له يعود يقيس المناطق كلها، اللي الحمد لله الوضعية تحت السيطرة إلى حد الآن، والفرق يشتغلوا ليلة ونهار على المكافحة، وأعطيناهم أيضا التعليمات اللازمة من أجل أنهم يستمروا في هذا العمل، ومن أجل أنهم اللي المركز الحمد لله زالت عنده الإمكانيات اللي قد ما زال يوفرهم في المنطقة، لكن إلى حد الآن الحمد لله هذه الفرق قايمة بعمل مضبوط، والعمل الحمد لله نتائجه ميدانيا وقفنا عليها، وقفوا عليها أيضا المنمون بشهادتهم، وراجين إن شاء الله بأن هذا الحالة اللي تنتج لما وتابعت عن تكاثر ويعقب اجتياح عام، راجين إن شاء الله بأنه يعود قمنا بذاك اللازم إن شاء الله، والمتابعة إن شاء الله مستمرة، والدعم إن شاء الله والفرق المحلية عن طريق المركز مستمر، وأطمئن المجتمع الموريتاني بصفة عامة والمنمون بصفة خاصة بأنني إلى حد الآن الوضعية تحت السيطرة. وأشكركم.